بسم الله الرحمن الرحيم. وصفة النهارده هعمل تمر بالشوكولاتة. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. وده التمر دوت البلح او التمر ده انا مفصصاه ومجهزاه كده. معايا هنا معلقه السمنه ديت هنزلها كده اهوت، وهنزل بسوداني مجروش معلقتين او حسب الكميه اللي انتوا هتشتغلوا بيها. طبعا احنا هنتعك او هنقول ايه هنخلي المكونات دي كلها تدخل مع بعض كده. بس انا عشان انا ماسكه بايد بصور بايد هوريكم كده اهو. هسيبكم بقى اقلبهم كويس مع بعض وارجع لكم. دلوقتي معايا القالب بتاع التلاجة دوت، او يفضل يتقلب بالسيليكون. انا دلوقتي هنزل بالعجوه القالب كده اهو زي ما انتم شايفين. واحده كمان، مش عايزه اطول عليكم اهو. توزنوا بقى انتوا بمقدار يعني بالنظر توزنوا القطعه اللي انتوا حطيتوها وتكملوا. اعمل كده زي ما انتم شايفين. معايا هنا شوكولاته بقى غامقه، هسيحها في حمام بخار، وهسيح برضو شوكولاته بيضه. دلوقتي سيحت الشوكولاته، وطبعا هحط لها معلقتين زيت كده عشان يدوها لمعه ويخفوها شويه، الزيت بيخفيها شويه. افتح بس الكيس واجيب مقص. سخنه جدا لازم تبقى سايحه. احط كده هنضيف بقى الشوكولاته اهي. انا كنت عايزه اعمل شويه ابيض بس ايه احنا حظنا لان في شوكولاته تانيه سايحه في الطبق. ممكن اعمل حته صغيره اعمل حته صغيره بيضه زي ما انتم شايفين كده. وزعوا الشوكولاته. دلوقتي سيحت شوكولاته بيضه، وهنزل في الاربع قوالب دول، هنزل بيهم شوكولاته بيضه كده. وبعد كده بعد ما اخلصهم هدخلهم الثلاجه تجمد الشوكولاته وتسقع. وجربوها ان شاء الله هتعجبكم. وكل سنه وانتم طيبين. دي حاجه جديده بالعجوه هتعجبكم قوي ان شاء الله. ولايك بقى لمطبخ جيهان زهران واشتراك في القناه. طبعا زي ما انتم شايفين كده هتنزلوا الشوكولاته يمين وشمال عشان توزعوها كويس جدا. شايفين؟ بصوا اوريكم انا نزلتها ازاي. بس هو المفروض سيليكون، يعني هو المفروض سيليكون. المفروض نحطها في قالب سيليكون. انا عملت كده ونزلت، بس دي معلقه كانت معايا. وادي بقى ايه الشكل النهائي. كل واحد ياخد الواحده كده اهو.